بنات، ورجعت لكم اليوم يا احلى متابعين. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد، بس حبيت شارككم هاي الاكله، اكله الحلو السريعه والكل الاولاد بحبوها والكبار. راح اعملكم مهلبيه بطريقه الكراميل. عن جد شوفوها وان شاء الله تعجبكم، ويا ريت اللي عم يشوف فيديوهاتي يتابعني، وشكرا لكم وشكرا لكل مين تابعني. فضلا وليس امرا. ان شاء الله بكون على حسن ظنكم، بكون فيديوهاتي عم تعجبكم، وما تنسوني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. وهلا رح فرجيكم طريقة المهلبية بالكراميل. خليكم معي مشان فرجيكم كيف بدنا نعملها. لكم حبايبي مشان فرجيكم كيف بدنا نعمل هالحلا سوا. هلا عنا 3 موزات بهذا الحجم، ما تشوفون هيك. هلا هن ما فيهم شي. انا الموز يعني تقريبا بخلى شوي، يعني ما بكبه بس يستوي. بس يصير هيك بعملن يا للولاد يا كوكتيل يا حلا الكراميل، شو ما بدكم فينكم تعملوا الموز. بس عن جد انا عندي هالموز هيك يعني وصل لحتى يعني باقيله شوي بيخرب، مشان قلت حرام الواحد يكب نعمة الله. هلا بس بدي فرجيكم كيف بدي ساواه وحطهم بكاسات ونعملهم حلا الكراميل بالموز والمهلبية. ضلوا معي مشان فرجيكم كيف بدنا نزين الكاسات ونعمل المهلبية. يا حبايبي شوفوا كيف زينا الكاسات التقديم بالموز. هلا رح نعمل الخليط اللي بدنا نحطه فوق الكراميل. يا ريت تضلوا معي مشان تشوفوا كيف. حبايبي رح فرجيكم كيف بدنا نعمل الخليط الكريم كراميل. طبعا اول شي بدنا نحط حليب لنعمل الكريم كراميل. عنا لتر من الحليب. شوفوا هلا بدنا نحطه هون بالخلاط. وهلا بدنا نحط كوب من النشا كورن فلور. هلا بنحط كوب، وبدنا نحط 3 موزات. شوفوا حبايبي هلا بنحطهم وبنخلطهم شوي صغيرة، ونروح مشان نساوي الكريم كراميل. هلا مشان ما اطول عليكم فيديو، يا ريت تضلوا معي مشان فرجيكم كيف بدنا نخلط ونساوي الكريم كراميل. شوفوا حبايبي كيف طلع الخليط معنا. هلا بدنا نروح نعمل الكريم كراميل. يا ريت تضلوا معي مشان فرجيكم كيف بدنا نعمل الكريم كراميل. حبايبي عنا هون 3/4 من السكر، كوب ل 3/4. هلا رح نحطه بقلب الطنجرة. شوفوا هلا رح نعمله كراميل. طبعا انا مشعلة الغاز تحته. هلا ما بنلقه، بس يصير عنا هيك مثل الكراميل فرجيكم شو بدنا نعمل. يا ريت تضلوا معي حبايبي كيف رح يصير عنا كراميل. هلا بس يصير عنا يتغير لونه بنحط حليب كوب 250 ملي. هلا بس يذوب عنا كل السكر بنحط الحليب. فرجيكم كيف بده يصير كريم. يا ريت تضلوا معي مشان فرجيكم. هلا رح نحط الحليب. شايفين كيف صار عنا داب. هلا لازم نضل نحرك فيه مشان يذوب عنا السكر، طبعا على اقوى درجة. ما تخافوا ما بيحترق السكر. هلا بس داب عنا رح حط الحليب فرجيكم الطريقة. شوفوا حبايبي كيف داب معنا. هلا رح احط كوب الحليب.
يا ريت تشوفوا 250 ملي من الحليب. هلا بنضل بنحركها، معلش هو شوي بيعطينا فورة بس ما تخافوا، هلا ولا اسهل منها. لهون حبايبي شوفوا بعد ما حطينا الخليط اللي عملناه سابقا، هلا بس بنحرك هيك لحتى يصير عنا الخليط يجمع. عن جد شوفوا كيف صار خليط غير شكل. هلا بس يتماسك عنا بنصبه بكاسات التقلية. يا ريت تضلوا معي وتشوفوا. شوفوا حبايبي كيف طلع معنا الصوص. هلا بدنا نفضاه كاسات التقديم. عن جد الريحة غير شكل، شايفين كيف حبايبي؟ هلا بنصب كل الخليط فرجيكم النتيجة، والطعمة عن جد غير شكل. هلا انا رح فرجيكم كيف بدي زينه وبرجع لكم. يا ريت تضلوا معي مشان تشوفوا كيف الطريقة النهائية، وما تنسوني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. وهلا صحة وهنا عقربكم.